السلام عليكم ومرحبا بكم عندي. قبل ما نبدو لا فيديو نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب هكا باش كل وحدة فيكم تدي الأجر. شوفوا الشيرات اليوم جبت لكم أبن وآلد صابلي، وكما نقولوا محبوب الجماهير. صابلي ما كانش بيت جزائري ما يحطش صابلي في صباحية العيد. إن شاء الله يا ربي رمضان صاي باقي له أيام معدودة ويفارقنا إن شاء الله يا رب العالمين. عقوبة العام الجاي العوام الجايين إن شاء الله يا ربي، ويدخل علينا العيد بالصحة والهنا. صحة عيدكم، صحة عواشيركم الشيرات. كل واحدة شافت هذا الفيديو نقول لكم إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا، وإن شاء الله يكون رمضان اللي فات باب خير لينا. وكون يا رب إن شاء الله تقبل منا صالح الأعمال. يلا بسم الله دروك على بركة الله نروح نشوفوا الوصفة. جيبي البسينة تاعك ولا اي طبسيل اللي ديري فيه انتيا. ديري 250 غرام تاع المارغرين، انا استعملت مارغرين ماني. شوفوا الشيرات العباية ديروا 500 غرام، ضعفوا الكمية عادي. وزدت لها كاس صغير. شوفوا هذا الكاس صغير اللي عندي عبرته بكاس تاع ليموناد صغير، ماشي كبير بزاف، لا غير صغير. وضفتها معاه انتي. كل ما تنقصي السكر كل ما مليح الشيرات ما. وديجا شوفوا كي درت هذا الكاس الصغير تاع السكر ما جاتني حلوه، ما جاتني زعما نورمال. صايي نخلطوا هذيك المارغرين والسكر، السكر كلاصي في رحبه بالباتور. وبغيت نقول لكم باللي المارغرين، شوفوا الشيرات المبتدئات كاين اللي ما تعرفش والله، خرجي المارغرين تاعك ولا كي جيبيها ديجا من الاليمونطاسيون ما ديريهاش كاع في الفريجيدير هكا باش تسهل لك العمليه وما تجيكش قاصحه وتتعذبي فيها شويه في الباتور. صايي كي تخلطي هذاك البياض المارغرين مع السكر، خلطي مليح حتى تشوفي ديك لا كولور تبدلت. غادي تولي شويه بيضه، ما تقعدش صفراء كيما كانت في الاول. صحه. وديري حبه تاع البيض وقعدي ضربي فيها تاني وزيدي الحبه الزاوجه. تبغي ديري صفار بيضة وحبة بيض كيما تبغي. انا درت اخدت هذاك البيض اللي غادي نقيسه، ما عنديش وين نديره، حدي غادي نقيسه الشيرات، وما عنديش كما نقولوا قاطو واحد اخر اللي نرمت فيه البياض البيض ولا. كون فاهميني وين باين نوصل. ديريهم للزوج وغادي يجيك شباب ويجي ما شاء الله. صايي هنا زدت مبشور الليمون، تبغي ديري لافاني، تبغي ديري مبشور البرتقال، تبغي ديريهم كاع في ثلاثه، انتي لك الاختيار. هنا انا درت مبشور الليمون اللي كان عندي وما درتش لافاني. نجيبو نص كاس تاع الزيت، وهذاك الزيت ديريه كما نقولوا على دفعات، ديريه كما نقولوا غير بشويه وقعدي ضربي او ميم طون. صاي ان شاء الله راني كما نقولوا نشرح بالتفصيل الممل هكا باش كاع اللي راهم يتفرجوا في الفيديو يفهموني. كما راكي تشوفي راني ندير غير بشويه ونخلط بالباتور حتى نكمل الزيت تاعي. شيلات هاد الصابلي يجي يتفتت، يجي شباب، ما يجيش كما نقولوا فيه بزاف ليدام، يجي روعه. هنا بعد ما كملت الزيت تاعي ضربته مليح، خلطت كاع المكونات المارغرين مع السكر مع هذاك الزيت، نجي ندير كاس تاع المايزينا. غربلي شوفي غربلي كل شيء، غربلي المايزينا تاعك الفرينه غربليها، غربلي كل شيء. وهنا زدت باكي تاع خماره تاع الكاطو، وقعدت كيما راكي تشوفي تاني نخلط بالباتور. وصاي دروك نجو نلمو بالفرينه. شوفي كل واحد ما قدش نقول لكم العبار النيشان. انا الكاس هذا تاعي، لا عندك كاس كيما تاعي غادي تجيك 6 كيسان ونص. الا ما عندكش كيما تاعي تعرفوا لاباط صابلي تجي طريه. ونوصيكم ما تدلكوش لاباط، غير لمو بصبع. شوفوا صباعكم هكا نقعدوا غير لمو هاك. شوف بصبع ما رانيش ندلك كيما المطلوع. لو كنت تدلكي مع المطلوع كيما المطلوع شي يصرى كي تحلي لاباط تقعد تتكمش. صاي وكي ديري حبه تاع الصابلي ما ترتبش كيما نقولوا تولي تتقلص. صاي وديك المارغرين تخرج منها. حرزو كيما نقولوا ديروا كونتيتي تاع الفرينه
حوالي ربع كيسان ولا، ولموا هكا باش متودوش كل دقيقه تدلكوا وتلموا فيها. هادو هما كيما نقولوا اسرار، ولا ماشي اسرار، كيما نقولوا كل ما تتعودي طيبي تولي تجيك عادي وتوالفي، تولي تعرفي لها صح، تحصيلها كيف في الكاطو. هنا جاتني 6 كيسان ونص، كما نقولوا لميتها كاع وحطيتها، وبدي ما تخليها لا تريح لا والو، ديريكتومون ديريها في زوج كما تشوفي في ساشي ولا بابي كويسون ولا، وحلي لاباط تاعك. على بالكم باللي انا خليتها ساعه. علاه؟ خاطش هاد الكاطو الصابلي درته في الليل، وجا وقت تاع بنتي اللي ترقد، ما لقعتين نرقد فيها. شوفوا كون ما خليتهاش ساعه غادي يجي خير من هكا، نضمن لكم باللي يجي احسن واحسن من هكا. نتوما ما تخلوش يرتاح، ما تريحوش. انا قلت لكم جاني ظرف الصابلي ما خلوش يريح كما تعرفوا كاع الشيرات. لا غالب بنتي اللي قرقدها شادرت، خليته غطيته ورحت نرقد فيها حوالي وقيله نص ساعه ولا ساعه خليتها. نتوما ما تخلوش. يشوفوا هنا يليق الطابع تاعك ديريه في الفارينه من بعد تطبعي صاي. كيما قلت لكم الطابع تاعكم ديروه في الفارينه ومن بعد طبعوا. شوفوا هذا الطابع بزاف شباب، كما نقولوا يطبع زوج على ضربه. هراني بعد هنا ما طيبتهم انا نديرهم. شوفوا كل واحده وكيفاش. كاين اللي تبغيه حمر، شيرات خضراء درتها لهم في اللايف قالوا لي نبغيه حمر، وكاين اللي ما تبغيش حمر تبغيه بيض كيفي صاي. ماما تبغيه حمر، كل واحده وكيفاه. انا نطيبه بيض صح. مام كي تبغي ديريه لا كونفيتور في الحواف وديريه في النوات كوكو ولا في الججلان ولا في الكاوكاو يجي منظر تاعه شباب. هنا هادو هما جامي كاع الكميه اللي دارت لي، قلت لك 250 غرام، دارت لي 38 حبه كما نقولوا حبه فوق اختها. هنا دوك نجي نديرو التزيين. شوفوا انا درت في عوض ما ندير الكونفيتور وندير له الملون، الزوج تاعي جاب لي تاع المشماش وتاع الفراوله، فقلت ندير نص مشماش ونص فراوله، وجد طعم شباب زعما ما كانش ديفيرونس ولا. نص درت لهم كما نقولوا في الحواف الاخر نوات كوكو، وكاين اللي درتهم بسكري كلاص من الفوق، وكل شيء جا بسيط وجا شباب وخفيف وما يديش اليد حتى العامله. شوفوا ديريه في الليل، نقولوا انت خدامه ديريه في الليل بعد ما تصلي العشاء تاعك ولا تراويح، ديريه في الليل وجديه، وغدوه من داك والله العظيم ما ديريش ميم با نص ساعه في التزيين تاعه صاي. هذا ما كان. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم. كما كنتم تشوفوا راني ندير، شوفوا بكري والله ماما ربي يحفظها ان شاء الله، يحفظ لي والديا بكري كاع. شوفوا الزمن الجميل كما نقولوا، شو كانوا يديروا هكا في الحواف، يديروا نوات كوكو ويديروا الجلجلان، مام في لاباط الداخل يديروا الجلجلان. الا راكم عاقلين لا نتوما كيفي قولوا لي. وكاين جدتي بكري كي كنت راه عندها فاميلة ماما كانوا يديروه بالبيستاش، يصنعوه يديروه بيض بالمايزينا، والحواف يديروه بالبيستاش ومن الداخل يديروه احمر. من اروع ما يكون، من اروع الوصفات الصابلي، وصفه تقليديه مميزه عند كل الجزائريين. ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا. صحه عيدكم، وان شاء الله بيتقبل منا وتكون الوصفه نالت اعجابكم. نلتقي في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.